جمهورية العراق. الثواني هنا الأمور كلها ستكون في أرضية الملعب، لها حسم كبير. جمهور يمني رائع حاضر لطالما ساند هذا المنتخب طوال هذه البطولة، خصوصا مع الأداء الرائع الذي قدمه منتخب اليمن أمام منتخبات البحرين. الخط الدفاعي الرباعي الخلفي سعيد شعبان وعملية البحث مستمرة عن الهدف. هنا منتخب اليمن محاولة إمكانية التسديد من هذه المسافة، نعم فعلوها وسجلوا سابقا. البرواني رأسية وفي أحضان حارس المرمى. لاحظ هنا الكرة العرضية ورأسية من تلعب الكرة، محاولات لمصلحة العناصر اليمنية. هنا كرة تلعب، نقلة طويلة ممتازة، يبحثون عن عبد الرحمن الخضر، سرعة هائلة لدى عبد الرحمن، مر عبد الرحمن، فرصة الهدف الأول، هل هي كرة الأول؟ الله، هم لديهم وسام المجد ومجدهم في هذا الحارس. مجد تمكن من رد كرة الخضر، وهنا المحاولة لا زالت لمصلحة لاعبي المنتخب اليماني. اليمن تريد هدف، اليمن تريد التأهل، اليمن تريد التواجد في المباراة النهائية. هنا محاولة في الخط الخلفي لمصلحة لاعبي المنتخب اليمني. اليمن اتضحت انها تريد مبكرا حسم الامور. البرواني وصل لها مجد وحارس المرمى السوري مجد يواصل وهنا المحاولة. الكرة تلعب الآن لمصلحة لاعبي المنتخب اليمني. الصلابي ينقل كرة عرضية، هنالك إعادة، أنور هل يفعلها؟ وهنا التسديدة من أنور، ردها المدافع. ومنتخب سوريا بدأ يعي تماما مدى الخطورة اليمانية. هنا مرور، هنا فرصة سورية، هل يفعلها السوريين؟ الله، حارس المرمى والقائم الأيسر يقفان في وجه سقعان، وبالتالي هنالك ضاعت المحاولة. لاحظ هنا السقعان وضعها باحتراف، ليس بهذا العمر تلعب هذه الكرات، لكن كل شيء ممكن. لاحظ هنا في هذا النصف النهائي الرائع، لاحظ نقلة وعبد الرحمن، خطأ المدافع نجح فيه عبد الرحمن، خطف الكرة الخضر وضعها في مكان صعب، لكن مجد هنا وصل لها مجد، والحارس السوري تمكن من إبعاد هذه الخطورة، تمكن من إبعاد هذه الكرة. عد بنا إلى الركنية مخرج، نعم مجد أجبارة يتمكن من إنقاذ منتخب سوريا مرتين. هنا الثاني لمصلحة المنتخب اليمني، هل تعود مرتدة؟ الحذار من هذه الكرة، الحذار من هذه المرتدات. البرواني الآن، البرواني بسرعة بإمكانية بمهارة، ينجح مع مرور، وهنالك سرعة رائعة لدى هذا اللاعب. نقلة إلى عبد الرحمن الخضر، يفضل العودة إلى من يسجل الأهداف. الله، برافو لهذا المجد، هو مجد جبارة اليمني رائع. لاحظ هنا الثقة العالية، كيف فعلتها يا عبد الرحمن الخضر؟ اليمنى، هل تلقى العرضية يا سعيد ينقلها في منطقة الجزاء، وحارس المرمى السوري بمساعدة المدافع يبعد المنتخب اليمني خطر في هذه المناطق. نعم يمكن أن يسددوا، وهنا محاولة تلعب السقعان في هذه الكرة، يحاول المرور، السقعان لا زال السقعان، هنا محاولة، هل يمر؟ وصل وكشف المرمى السقعان. الله، أيضا حارس المرمى يظهر، وإمكانيات حراس المرمى الكبار لدى المنتخبين تظهر. ونعم لاحظ إمكانيات كبيرة لدى حارسي المرمى في منتخبي سوريا واليمن. هنا محاولة تنقل، الفرصة عند محمد البرواني على هذه الكرة، محمد ينقلها ويسدد من هذه المسافة. هنا حارس المرمى اليمني يتركها لعصام ردمان، هل يفعلها عصام من هذه المسافة؟ عصام، الله على كرة رائعة ذهبت باتجاه المرمى وإبعاد رائع. لاحظ هنا الإبعاد الرائع، نعم على أعلى المستويات. الجماهير الحاضرة اليمانيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية. رمية تماس لمصلحة لاعبي المنتخب السوري،
تنقل والدخول إلى منطقة الجزاء، مرور رائع، فرصة الهدف الأول الآن، وهنا التدخل واستبسال من المدافع السوري في هذه اللحظات، وصل إلى حارس المرمى اللاعب عبد الرحمن، ولكن التدخل الأخير قد قطع الطريق على الكرة الأخيرة التي كان خلفها عادل عباس. نعم هنا مرور رائع، وصل إلى المرمى، حاول لعب كرة إلى محمد البروان. اليمن أن يسجل أكثر من هدف، لكن حارس المرمى والمدافعين يتدخلون ويتواجدون دائما في الوقت المناسب. الكرة العرضية رأسية ضعيفة، ولكن إبعاد ليس بتلك الصورة التي يمكن أن يبعدون من خلالها الخطورة. الآن اتضح أن منتخب اليمن ربما قادر على التسجيل في أي لحظة. نعم هنا الإبعاد كان من وضاح، نعم كرة بالكعب أبعدت، وسعيد شعبان لعب كرة بالكعب، وحارس المرمى مجد الجبارة هنا أبعد الكرة الأخيرة، ومعها حكم المباراة. طريق الخشونة في الحد من خطورة المنتخب اليمني. تنقل كرة عرضية، الله، اليمن تضع الهدف الأول في هذه اللحظات بعد عرضية ممتازة. حارس المرمى المتألق لن يظهر في هذه اللحظات، وبالتالي اليمن السعيد يطلقون الأفراح. اليمن السعيد بدأوا يفرحون، بدأوا يتغنون بهذا اليمن الصغير. أي عرضية قاتلة على المرمى، كان صعب جدا على حارس المرمى إبعادها. نعم اشكر الله، نعم اسجد كثيرا، فمنتخبكم منتخب متألق، وهذه هي نتاج هذا الفريق المنتخب الذي يؤدي. لاحظ هنا سعيد شعبان عرضية على المرمى، حارس المرمى هل أخطأ في الإبعاد؟ الله يا عبد الرحمن الخضر، رأسية عبد الرحمن الخضر تأتي الآن، تأتي بالهدف الأول لمنتخب اليمن، وعبد الرحمن يتقدم في هذه اللحظات. اليمن فعلتها، اليمن في شوط المباراة الثاني كما فعلتها في الأردن، الآن تفعلها في سوريا. لاحظ هنا الكرة التي لعبت، هل هنالك تسلل السوري، والطريق بات معبد للمنتخب اليمني للوصول إلى المباراة النهائية. هنا محاولة تنقل، فرصة، والآن خطأ كبير، خطأ كبير. عبد الرحمن، الله، عبد الرحمن الخضر يضيع فرصة سهلة جدا. عبد الرحمن الخضر أضاع فرصة الهدف الثاني. لاحظ هنا الخطأ الكبير من القائد والكرة التي حاول أن يباغت فيها حارس. تدخل الحكم والمحاولة الآن لدى عناصر المنتخب اليمني. من يفعلها؟ أنور ينقلها مباشرة. يريدون التسجيل من هذه الزاوية الحادة. نعم يريدون التسجيل من هذه الزاوية الحادة. من هنا سجل توني كروز لألمانيا في كأس العالم بشتى الطرق. نعم كرات ثابتة، تسديدات، رأسيات، بكل الطرق سجل منتخب اليمن في هذه البطولة. هنا محاولة تأتي، الفرصة يمانية، الدخول يماني. الله، هل أصبح المنتخب اليمني يملك لاعبين أنانيين في المقدمة؟ ألم يرى بأن محمد البرواني وحيدا الصرابي، وبالتالي المنتخب اليمني يواصل التألق. كرة تلعب الآن، محاولة بينية، البرواني ظهر، البرواني انطلق، البرواني الآن الحذر من هذا اللاعب، المحاولة. الله، أي قراءة للمرمى يملكها هذا اللاعب، أي قراءة للمرمى. الكرات البعيدة يمكن أن يضع الكرة أينما يريد وبأي طريقة. شاهدناه في مباراة منتخب البحرين، شاهدناه في مباراة منتخب. يحاولون إيجاد التعادل، والتاريخ يقف في هذه البطولة وفي البطولات الآسيوية مع منتخب سوريا على حساب منتخب اليمن. الآن كرة اليمن، قتل المباراة يا عبد الرحمن الخضر، يفعلها يا الخضر. أنانية مرة أخرى من عبد الرحمن الخضر، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ وصل البرواني، وصل طلب الكرة، لكن عبد الرحمن جماهير محمود عسلان يدخل، وهنا محاولة تصل. البديل الآخر كاوا عيسى، ومحمود عسلان كاد أن
يجعلان منتخب سوريا متعادل. تعود والتسديدة، الله! البديل الناجح يظهر في لحظة، وكاوى عيسى يكوي اليمن بنيران التعادل من مسافة بعيدة. وهنالك عادت الأفراح، هنالك في حلب وحمص واللاذقية ودمشق وحماة وفي كل سوريا العربية عادت لهم الأفراح، أتوا بهدف التعادل. وبالتالي البديل كاوى عيسى مجرد ما لمس الكرة في أولى جعل الخطورة كبيرة، وفي الثانية في المرمى. ليس فقط أنتم من تمتلكون الإمكانيات التي تجعل لكم أن تسجلوا من مسافات بعيدة يا منتخب اليمن، ففي سوريا هنالك قناصين، ففي سوريا هنالك صيادين، وبالتالي يصطاد الحارس. شاهدنا منتخب اليمن يعتمد دائما على عبد الرحمن الخضر. اليمني أنور يعيد الكرة، أنور نقلة ممتازة عرضية، الله! الجمال في العرضيات لدى المنتخب اليمني، الجمال في العرضيات. كل كرات اليمن العرضية خطيرة جدا، وهذه واحدة منها. الله على حارس المرمى على هذه الكرة، مرور من جانب المهاجم السوري. فرصة الآن الكرة تلعب الآن، المحاولة عند محمود أصلان، تعود إلى صاحب الهدف كاوى عيسى، تنقل الآن لمصلحة المنتخب السوري. سقعان والكرة التي تسدد وإلى خارج أرضية الملعب. عبد الرحمن قادر على المرور، يفضل العودة إلى الخلف. عبد الرحمن جرأة كبيرة، نعم يعرفون تحركاتهم. وهنا منتخب اليمن نقل الكرة العرضية، ردمان، الله! جمال المباراة بكرات اليمن العرضية، يجعلون حارس المرمى وراء كل كرة، وراء كل إبعاد وقلق كبير. لاحظ لافة رايحة على المرمى، رايحة على المرمى. ولكن هنا في انتظار الكرة العرضية، على العرضيات بدأ يعتمد منتخب اليمن. أنور ينقل كرة قريبة، فرصة، الحذاري من ارتكاب الأخطاء، الحذاري من أن تكون هنالك ركلة جزاء في هذه الدقائق. المنتخب السوري عملية الانطلاق الآن الفرصة من البديل محمود، المحاولة، الفرصة سورية في منطقة الجزاء. تباطأ كثيرا تباطأ أصلان، وتبعد من مدافعي المنتخب السوري إلى مناطق الأمان، وكل الكرات التي يبعدها الدفاع السوري تذهب مباشرة إلى الدفاع اليمني الذي لديه إمكانية كبيرة في عملية بناء اللعب. تلعب الكرة الآن، هل هنالك انهيار سوري في هذه الدقائق؟ هل هنالك استسلام؟ تسديدة مباشرة، الفرصة، الله! اليمن السعيد، اليمن الكبير، برازيل الجزيرة ينجحون هنا في قتل المباراة إلى النهائي. لا يريدون المغادرة، يريدون البقاء في الدمام، يريدون الحضور في الدمام. مبروك لكل اليمن، مبروك لأهل اليمن، واليمن السعيد يقول كلمته، ورصاصة الرحمة حضرت. من حقهم أن يفرحون، ومن حقهم أن يعبروا عن ذلك في البكاء، فإن اليمن مجروح، فإن اليمن الذي يقولون عنه أهل العرب بأنه اليمن السعيد لا يمر بحال تسر كل عدو وصديق. والكرة في المرمى، رصاصة قاتلة. هذا ردمان، وعصام ردمان يذهب باليمن إلى المباراة النهائية. لا مشكل بمن يأتي، فهم حققوا التاريخ، فهم في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهم في هذه البطولة هم يحضرون وهم يلبون نداء اليمن. الآن حكم المباراة يطلب من اللاعبين العودة إلى مناطقهم. اليمن تفرح، وردمان يقود اليمن إلى المباراة النهائية. ينتظرون صافرة الحكم محمود المجرفي العماني. يريدوا أن يفرحون بهذا الجيل، يريدوا أن يفرحون بهذه الأسماء. هنا الحكم يوقف المباراة. نزاع ما بين اللاعبين في هذه اللحظات. أمور غير مقبولة. أنت تخسر نعم، لكن ليس من حقك أن تؤذي الآخرين. هذا ما يجري في أرضية الملعب. نتمنى عودة لاعبي الفريقين وإعادة المباراة إلى وضعها. هنا لاحظ الروح الرياضية الكبيرة لدى
العناصر اليمنية في أرضية الملعب. والسيد محمود المجرفي هنا يطلب من الجميع العودة بانتظار ما حصل. مساعد الحكم، اللقطة الغير مقبولة، اللقطة الغير رياضية، اللقطة التي أحيانا لا نريد مشاهدتها ولا نريد حضور هكذا أسماء وهكذا أشكال في عالم كرة القدم. لمن الورقة الحمراء؟ ننتظر ما هي قرارات الحكم العماني السيد محمود المجرفي في هذه اللحظات. هنالك حوارات، هنالك اتصالات، هنالك مراقب للمباراة، هنالك مقيم للحكام، وهنالك حكم رابع. ورقة صفراء لدى لاعبي المنتخب السوري على حامل رقم 2 هشام حمامي أو هاشم حمامي. نروح بالدم، نبذيك يا يمن. واليمن الآن في المباراة النهائية، هل يفقدون أحد العناصر؟ ورقة صفراء على سعيد، نعم على سعيد شعبان. الورقة على سعيد، تهدئة من اللاعبين الآخرين، يريدون الأسماء التي يلعبون بها موجودة. هنالك استدعاء أحد العناصر المتواجدة في الدكة من منتخب سوريا، الذي قام بلقب اللاعب اليمني. محاولة تصل، وهنا مشاهدينا الأحبة صافرة حكم المباراة العماني السيد محمود المجرفي تعلن عن نهاية هذه المباراة بتأهل منتخب اليمن إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للناشئين المقامة في المملكة العربية السعودية. مبروك لمنتخب اليمن، تأهل تاريخي، جيل ذهبي لليمن. تحسب هذه النتائج وهذا الأداء للاتحاد اليمني وكذلك لمدرب الفريق هاردك للمنتخب السوري الذي قدم مباراة بطولية. مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي في أوقات أخرى، أترككم في أمان الله وحفظه.